إليك التالي والصافي، وخذها مني نصيحة: عش ملكا في جمهورية نفسك، وكن حاكما لمملكة ذاتك، فيا سيدي الحياة لا تعترف بالعبيد. ما هي أولويات الحياة؟ اسمع التالي يا سيدي. الأولوية الأولى في حياتك أنت ذاتك. اسمع، لو وقعت سقطت انهرت مرضت لن يكترث بك أحد. سيأتي الناس يلتفون حولك في بداية مرضك، الكل سيأتي بتلك الحلوة الجميلة في المستشفى ويضعها على يمينك: حمد الله على السلامة. لكن لو استمر بك مرضك واستمر ذاك المرض الكل سيعوف. أذكرك بأيوب عليه السلام وقصته المعلومة حينما ابتعد عنه كل من حوله حينما استمر المرض أكثر من 18 سنة. فيا سيدي أول شيء اهتم به هي الصحة، الذات. نعم الحواس هي العمل، لكن يا سيدي الراحة النفسية هي أعظم شبكة عنكبوتية تغذي الجسد بالراحة، تغذي الجسد بالطمأنينة. يا سيدي جل الأمراض التي نقع بها هي من ضجيج أفكارنا. فيا سيدي اجعل من أولويات الاهتمام الراحة النفسية. جميل منك حينما تغبر السماء ويأتي الرمال من قاع الأرض إلى وهج السماء أن تغلق النافذة وتضع قدم على قدم وتسمع ما تريد وتجلس وترتشف أو تحتسي فنجان القهوة ولا تبالي بضجيج العالم. يا سيدي هذه الأذن عبارة عن باب، إذا دخل بها الضوضاء أغلقها حتى لو كان من أقرب الناس إليك، واستمتع بأصوات عذبة في ذهنك تعطيك الراحة. فيا سيدي أولى الاهتمامات هي الروح، هو أنت، هي الراحة النفسية. الراحة النفسية تأتي بالابتسامة، تأتي بالسعادة، تأتي بالانسجام مع المجتمع، تأتي بالانسجام مع الواقع مع الطبيعة. الراحة النفسية هي مصدر الإلهام، هي مصدر العمل، هي مصدر الوجود، مصدر الطاقة. فإياك ثم إياك أن يزعجك أحد. أغلق الأبواب عن الجميع وافتح بابك للسعادة. النقطة الثانية سيدي اجعل من أولوياتك أيضا العائلة، الأسرة. يوم خلاف مع الزوجة غدا رضا. أنا لا أتكلم الآن عن زوجة وأبناء، أتكلم عن محيط يلم الزوجة والأبناء والأب والأم والأخوة والأخوات. هذا المحيط اهتم به، فاجعل عينك على ذاتك والعين الأخرى على الأسرة من زوجة وأبناء. إليك الثالثة، اجعل من أولوياتك أيضا يا سيدي الأب والأم. الأب والأم هم أعظم مصدر للطاقة في الحياة. يكفي حينما تقول لك الأم: أسأل الله لك التوفيق، أن يفتح الله عليك من رزقه. الأم بالذات والأب هما مصدر النصح والطاقة. نحن إذا ضاقت علينا الدنيا نتكي على الأم، نتكي على الأب. إذا رأينا جميع الناس وقفت ضدنا إلا الأم والأب سيقفون معك. فاجعل ذاك الحبل المتين. اليد اليسرى تشد الأسرة، اليد اليسرى تشد الأسرة من زوجة وأبناء وإخوة وأخوات، واليد اليمنى تشد الأب والأم تجاه قلبي. هكذا سيدي يوجد عندنا أناس وظيفتهم الإزعاج، إزعاج، خلقوا للإزعاج. الله عز وجل خلق صوت الحمار، لكن الله قال الله عز وجل شانه: إن أنكر الأصوات لصوت ماذا؟ الحمير، وهو الذي خلقه جل وعز. فيا سيدي هناك أناس خلقوا للإزعاج، وظيفتهم الإزعاج. إياك أن تضيع ثانية واحدة في إقناع المزعج أن يهدأ، فإياك أن تزهق أي ثانية في حياتك لمن ينغص عليك الحياة في أن يبقى مسالما لك. علتنا أن أناس خلقوا لينغصوا علينا الحياة. تعرفوا شو مصيبتنا؟ مصيبتنا أننا نحاول أن نسالمهم. لا، ارفع السياج واضرب ذاك السور العالي واجعل بينك وبينه بحر. يا سيدي هي حياتي، أزرع، أحصد، أقلع، أفعل ما أشاء، ولك حياتك. التفت لحياتك. عندنا أناس وجعل الله لهم عيون في رؤوسهم، لكن جعل أبصارهم في عيون غيرهم، في بيوت غيرهم، في منازل غيرهم، في حياة غيرهم. هذه علتنا. فإياك أن تزغ ثانية واحدة لأحد من المزعجين أن يسالمك، بل من مسالمة نفسك أن تجعل خطا أحمر لكل مزعج. فيا سيدي لا تبرر لا لحاقد ولا لمزعج ولا لحاسد أنك طيب. نحن علتنا نريد أن نثبت لكل حاقد وحاسد أني أنا طيب، أنت أخذت صورة خطأ عني. لا، قل له اشبع بالصورة، واخذ الصورة، والصورة التي أخذتها عني
اجعلها في منزلك، سواء كانت أنا مريض، أنا مغرور، أنا جاهل، أنا أحسنت، خذها اطبعها علقها في منزلك. اشرب من ماء البحر الميت. لم أخلق لأرضي عينك، لم أخلق لأنل رضاك، لم أخلق لأرضي ذاتك، خلقت لرضا الله ورضا ذاتي بنفسي. فيا سيدي إياك أن تزهق دقيقة واحدة لمعالجة إنسان حاقد حاسد لا يحبك، لا يحبك، اجعله لا يحبك. أناس لا تحب رب العباد، وأناس لا تحب محمد صلى الله عليه وسلم، وأناس لا تحب الزهراء فاطمة عليها السلام. فيا سيدي اجعل من نفسك لنفسك مكان مع هؤلاء، فهذا تشريف لك، هذا تشريف لك. فالملائكة كره إبليس لها لا يعني انتقاص من قدرها، فانتقاص من الشيطان. الملائكة كره إبليس لها ليس انتقاص للملائكة بل انتقاص للشيطان، لأنه لا يحب الملائكة. فيا سيدي صنف نفسك مع هؤلاء. كرهك لي رفعة لي، كرهك لي دلالة أني أفضل عنك. ليس كل دلالة كره انتقاص بك، بل أحيانا دلالة كره أحدهم لك دلالة اكتمال لك. الله لا يحب الكافرين، الله لا يحب الكاذبين، الله لا يحب الفاسدين. فيا سيدي كل من يكرهك هي نظرة كمال إليك، فإياك أن تنظر لكره فلان أنه نقص فيك أو أنت ناقص أو أنت بك الخلل. لا يا سيدي، اجعل هذه القاعدة بك، هنا ترتاح. ثم اسمع، وإليك النصيحة التالية: أنت خلقت وحيدا، وستمت وتوضع في قبرك وحيدا، ورزقك قدر لك، وأكلك تأكله أنت ويخرج منك أنت. فيا سيدي دخولك للدنيا منفردا، وخروجك للدنيا منفردا، والأدهى حسابك منفردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. حسابك لله منفردا، فلماذا تسعى لإرضاء غيرك؟ أليس علامة الرضا هو رضا الله؟ وإرضاء الناس أحيانا بسخط الله هو دلالة لسخط الله. فيا سيدي عش ملكا ولو كنت لا تملك شيئا، عش كما تريد، لأن الناس في خارج منزلك تحيا كما تريد. عش سيدا وإن كنت لست بسيد على أحد. هل تعلم أن كثير من الناس يمثلون عليك الفضيلة وهم يمارسون قمة الرذيلة في الظلام؟ وهل تعلم أن الناس تريد منك أن تكون كاملا ملاكا يمشي على الأرض وهم شياطين تمشي في الطرقات؟ فيا سيدي لا أحد يستحق الرضا، ولا أحد يستحق أن أزهق نفسي وذاتي إليه، ولا أحد يستحق أن أضحي بصحتي لأجله. لا يا سيدي، اعلم أن الزمن لا يكترث بك، الزمن لا يكترث بك. لا أعلم أن الزمن اكترث بأحد، سواء بمشاعره، سواء كانت طيبة أو مبكية، سواء فقد أو أخذ. الزمن لا يتوقف. مات الأنبياء وبقيت الشمس تشرق، مات الأنبياء وبقيت الشمس تشرق، مات الصحابة وبقيت الشمس تشرق، مات الملوك وبقيت الشمس تشرق، والغمام يأتي والمطر ينزل. فلهذا خذها قاعدة أن هذه الدنيا التي تسعى للخلود لها لا يوجد عندها عزيز، ما عندها عزيز، هي نفسها التي سلطت السفهاء على الأنبياء. نفس الدنيا هذه التي جعلت الغلبة أحيانا للباطل. اعلم أن الزمن لا يكترث بك، الزمن لا يكترث بك. لا أعلم